بيحكي وبيقول انا كنت متجوز وحياتنا كانت كويسه جدا، وبعد الجواز بشهور الناس بدات تسال السؤال المعتاد: هو لسه مفيش حاجه في الطريق؟ المهم الزن فضل شغال لحد ما قررنا نروح نعمل فحوصات، وللاسف عرفت اني شخص عقيم. طبعا حسيت الموضوع جاي على كرامتي جدا وجاي على رجولتي، ومراتي اثبتت انها فعلا بتحبني، والاهم انها وقفت معايا وقالت لاهلي واهلها ان العيب منها هي، وكانت بتستحمل كلام اهلي ليها اللي زي السم ومعايرتهم ليها انها ارض بور، كانت بتستحمل نظرات الشفقه من اهلها واخواتها، والاهم انها كانت بتتحمل نوبات جنوني، كانت ثابته قدام كل ده. معرفش بجد كانت جايبه كل الثبات ده منين، بس اللي كان بيجنني اكتر وكان شيطاني بيصور لي ده ان كان ثباتها بسبب ان العيب مني مش منها. عيشتها بقت في عذاب نفسي معايا لمده 3 سنين، ورغم كده تعاملها معايا كان باحسان زي ما هو، كانت دايما صابره لحد ما في يوم وقعت على الارض واغمى عليها، ومن وقتها بدا موضوع الاغماء ده يتكرر. تخيلوا انا ولا مره قلت لها تعالي نروح نكشف، ولما الموضوع بدا يزيد معاها هي اللي طلبت تروح للدكتور، وبعد ما رجعت لمحت على وشها ابتسامه، انا ولا سالتها حتى انت عملتي ايه ولا عبرتها، ولما لقيتني مش مهتم قالت لي الدكتور قال لي عندي كانسر. معرفش ازاي انا قلبي كان بالقسوه دي عليها، وكل اللي طلع مني وقتها اني هاجمتها. تخيلوا قلت لها ما قالكيش كمان بالمره هتموتي امتى؟ طبعا هي اتصدمت، وقلت لها مش هو ده اللي انت عايزاه؟ مش انت عايزه تخلصي مني ومن حياتي التعيسه؟ مش ده اللي كنتي بتدعي بيه؟ مش ده السبب اللي مخلي ضحكتك من الودن للودن؟ بصت لي بدهشه، وكنت حاسس انها مش قادره حتى تاخد نفسها. سابتني ودخلت اتوضت وفضلت تصلي وتعيط في صلاتها لحد ما نامت على السجاده. ربنا ما قدرش انها تتعب كتير وتوفت على طول. عايزه اقول لكم ان انا ولا مره حضرت معاها اي جلسه كيماوي، ولا حتى كنت بتابعها بسؤال، لدرجه ان اهلها طلبوا انها تقعد عندهم، لكن تخيلوا هي اللي رفضت. تخيلوا ان يوم وفاتها بالليل امي طلبت مني اتجوز. كانت فاكره ان انا صبري على عدم خلفه مراتي هو اني بحبها، وكانت دايما تقول لي دي اكيد عامله لك عمل. وقتها عرفت القسوه اللي كانت جوايا دي سببها مين. نسيت اقول لكم حاجه مهمه، مراتي قبل وفاتها طلبت مني اني لو افتكرتها امسك مصحفها واقرا منه قران، وطلبت مني ان لو اهلها طلبوا ياخدوا حاجتها مصحفها بالذات يفضل موجود، وكانت دايما تشدد على كده. مراتي توفاها الله بقالها 1.5 سنة، وفي نص رمضان اللي فات بالظبط شفت مصحفها، ومعرفش ايه خلاني امسكه، واول ما فتحته لقيت فيه ورقه، وكانت ورقه مكتوبه بخط ايديها. قال لي هصور لك الورقه دي وابعتها لك واقريها بنفسك. كانت رسالتها بتقول: زوجي وطفلي الحبيب. عايزه اقول لك قبل اي حاجه اني مبسوطه قوي انك بتقرا كلامي دلوقتي، لانه ده معناه انك افتكرتني وفتحت مصحفي زي ما طلبت منك. حبيبي، يا رب تكون بخير وفي اسعد حال وفي افضل صحه. فكرت كتير وانا بكتب لك عن السبب اللي خلاني اكتب، بس صدقني معرفش، يمكن عشان فتره جوازنا ما كناش بنتكلم كتير، او يمكن الاهم اني بكتب لك كلمه طفلي اللي ما كنتش بعرف اقولها لك لانها كانت بتجننك، او حتى يمكن عشان اقول لك يا حبيبي، او ممكن عشان ابرر لك السبب اللي خلاني كنت فرحانه يوم ما رجعت من عند الدكتور، بما انك وقتها رفضت تسمعني. والله اللي انا بين ايديه دلوقتي، انا عمري ما تمنيت ان ابعد عنك ابدا، لا في الدنيا ولا بالموت. كل الموضوع ان معاملتك معايا كانت جافه قوي، كنت بتمنى اني اشوف منك نظره واحده فيها حب او حتى عطف. ولما عرفت من الدكتور ان عندي كانسر، اول حاجه جت في بالي ان ده هيأثر فيك وهيخليك حتى تتعامل معايا برحمه او حتى بشفقه. ما كانش عندي مشكله، افتكرت ان مجرد تفكيرك انه خلاص ممكن اموت ان ده يحرك قلبك ويلينه من ناحيتي. بس صدمتي كانت العكس، لكني رضيت بكل ده. ولما اهلي طلبوا مني اني اروح معاهم انا رفضت. تخيل اني كنت خايفه لو رحت معاهم تظن اني ما صدقت اسيبك. انت كنت دايما عندك سوء ظن فيا، فضلت اني اموت وانا جنبك وفي بيتك. انت كنت دايما شاكك اني بحبك، بس والله العظيم عمر ما مشاعري ناحيتك اتغيرت. انا كنت بحس بالمعاناه اللي جواك وكنت بحاول اخفف عنك، بس انت كنت دايما بتصدني. انا اللي كان بيقطع في جسمي وفي قلبي هو بعدك عني وصدك ليا، والله مش المرض. كتير في عز وجعي كنت بتمنى انك بس تطبطب عليا. حبيت اقولك اني والله مسامحاك ومن كل قلبي على كل اللي حصل منك. عارف ليه؟ لان اللي بيحب بيسامح. وصيتي ليك انك تاخد بالك من نفسك وحاول تقرب من ربنا اكتر.